ده الجزء الخاص بمبادره هاي تك. الحقيقه النهارده احنا كنا مرتبين نتكلم على قناتين من القنوات الخاصه باليوتيوب، اصحابها ناس عرب مجتهدين، واللي كمان فيها محتوى مهم وجيد. لكن حظنا وحش شويه، كنا مرتبين مداخلات تليفونيه او سكايب، لكن حصل بعض الامور الفنيه ومش قادرين نتواصل مع اصحاب القنوات، فانا مضطر ان انا يعني اشرح الموضوع، واسعد جدا لو حد حب يدخل معايا الحلقه الجايه، حتى برضو هتشرف بوجوده. اول قناه معانا عبر اليوتيوب هي قناه اسمها وورلد اوف تكنولوجي. قناه اسمها وورلد اوف تكنولوجي، ده شكل القناه. القناه دي حقيقه انا كان نفسي يبقى معايا صاحب القناه دي، شاب صغير 15 سنه اسمه عمر محمد، وهو الحقيقه ما شاء الله عليه، يعني فعلا طاقه متفجره، يعني الله اكبر عليه كميه البوستات اللي بينزلها، كميه الفيديوهات اللي بينزلها. على فكره هو القناه بتاعته عليها 92 سبسكرايبر فقط، وعليها 3400 فيوز فقط، وده ارقام طبعا قليله، ومع ذلك الشاب الله اكبر عليه مجتهد جدا، وكل القناه بتاعته مراجعات وشرح البرامج، ومثلا تريكس خاصه بازاي تنزل برنامج معين تشغله ازاي الى اخره. اسمه عمر محمد، وليه القناه بتاعته اللي هي وورلد اوف تكنولوجي. انا اتمنى فعلا ان انتم تتابعوا القناه دي، اولا دعما لعمر نفسه لانه فعلا يستاهل اي مستوى من الدعم تحبوا تقدموه له، والنقطه الثانيه انه محتوى القناه فعلا جيد، لكن جيد مقارنه بعمر عمر محمد اللي هو 15 سنه زي ما بقول لكم. لكن حتى الحاجات اللي بيتكلم فيها في التكنولوجيا يمكن سابقه ناس كتيره جدا في العمر يعني. في بعض الملاحظات على القناه، لو ينفع نرجع بس لصوره القناه يا شباب عشان اقول لعمر بعض الملاحظات على القناه. احنا بنحب ان احنا نقدم بعض الملاحظات لتطوير القناه، علشان يبقى برضو صاحب القناه نفسه استفاد من ناحيه المحتوى يعني. فاول حاجه عندنا على شكل القناه، طبعا هو عامل كفر بسيط بامكانياته يعني المتاحه. صوره القناه دول انا في رايي محتاجين تغيير كبير، ممكن يشوف اي حد يعني حد صاحبه ولا حاجه ليه في الفوتوشوب ولا كده يعمل له شكل القناه. صوره القناه لازم يبقى فيها كلمه وورلد اوف تكنولوجي، والكفر يبقى طبعا حاجه بتدي يعني انطباع اكتر عن التكنولوجيا. دي نقطه. النقطه الثانيه، مفيش في القناه يا عمر بلاي ليست، يعني مش معمول مثلا بلاي ليست اسمها مراجعه البرامج، مفيش بلاي ليست اسمها الانباكينج، هو في بعض بيجيب بعض الاجهزه ويفتح العلبه بتاعتها ويشرحها، فمفيش مثلا بلاي ليست للكلام ده. ده مهم جدا لرفع مستوى وصول للناس لمحتوى القناه، ده حاجه خاصه باليوتيوب مهمه جدا. موضوع البلاي ليست، موضوع شكل القناه والكفر، هو حاطط صوره، حاطط فيديو اساسي افتراضي لما بتفتح القناه، ودي حاجه كويسه. خد بالك يا عمر، اتاكد من ان انت بتحط كيوردز الخاصه بكل فيديو، بتحط كيوردز مناسبه للموضوع، وتكون دقيقه علشان الناس اللي بتعمل سيرش على الحاجه اللي انت بتقدمها تقدر توصل لها. دي كانت القناه الخاصه ب عنوان القناه على فكره كمان صح. اللينك بتاع القناه هو المفروض هو دلوقتي اللينك youtube.com/channel/ بعض الحروف كده والرموز، حتى مش عارفين نطلع اسمها على الشاشه، فمحتاج يتعدل، يتعمل حاجه اسمها كاستم يو ار ال يا عمر للقناه، وتضيف انت الكلمه اللي هي مثلا وورد اوف تكنولوجي او اي حاجه مختصره او اي حاجه، المهم في الاخر لينك يبقى اسهل ان انت تقدر تعرضه او ان انت تبعته لحد، سواء متابعين سواء الاصدقاء. على فكره كمان عمر عامل صفحه على الفيسبوك، وعامل مدونه، وعامل زي ما بقول لكم والله عامل شغل فعلا رائع. يعني انا بقول دلوقتي اهو برضه عمر ان شاء الله يكون سامعني، انا اتمنى انه يدخل معايا الاسبوع الجاي، برضه هتكلم في نفس الموضوع لانه فعلا يستاهل دعم جدا، شاب ما شاء الله عليه، يعني اتمنى انه يكون مثال لشباب كتير.